السلام عليكم. انا سميتي عائشه الصريدي وعندي 28 في عمري، ومشيت للسعوديه نخدم. تزوجت مغربي. ملي دخلنا للمغرب داك المهم هو رحلوه للمغرب وانا تبعته. ملي تبعته ما بغاش يدير لي السكنه، بقيت كندور بكرشي حامله بحال هكاك. من بعد مشيت عند امو ما قبلتنيش، مشيت كنطلب البوليس. هادو مشاو عند امو قال لها دخلها وهي حامله تتولد، وصافي دخلتني ديك الليله بت سلغت لي كرات ليا بيت. ملي كرات ليا بيت من بعد غير ولدت انا، مشات هي ولدها وما رجعوش، وبقيت انا وبنتي كندورو في الشارع. ملي رفعت الدعوه للقاضي في المحكمه قال لي ديري اهمال الاسره. درت اهمال الاسره في عند المحكمه ديال اهمال الاسره. ديك الساعه خلاو المهم بقاو تيأخروا البوليس راجلي 20 شكايه عندي وما خداوش ليا حقي. كل مره طالعه هابطه للمحكمه. دابا واش 7 شهور 8 شهور باقي ما داروا معايا والو. دابا بنتي عندها عام، خلاو راجلي تهرب الامارات، عاد تيقولوا لي تيدخل ونشدوه. راجلي انا قال لي عمري ما غندخل، قال لي عمري ما غندخل المغرب، وعيط ليا ووراني فيديوهات وتصاور مكسي مهلي في راسو. قال لي انا ما بقى ليا والو، غنتزوج اميره بنت الامارات، قال لي وغندير الجنسيه وعمري ما غندخل المغرب. انا ما يمكنش نبقى نتكرفس انا وبنتي في الشارع. انا بغيت المسؤولين يصيفطوه، لان عيطت للبوليس في الامارات قالوا لي الا صيفطوا لينا البوليس ديال المغرب ميساج غادي نصيفطوه حيت راجلي روشيرش عند البوليس. قالوا لي الا صيفطوا لينا ميساج غادي نصيفطوه. مشيت عند البوليس قالوا لي احنا ما يمكنش نصيفطوا لك ميساج، هذاك غير اهمال الاسره. انا عندي محضر درته من يلاه ولدت وانا في الشارع باقا مريضه، يعني عاجزه نخدم ولا ندير اي حاجه انا وبنتي. انا لا باقا مراتو ما مطلقاش وكنبغي نخدم بنتي. تيقولوا لي ما يمكنش تخدمي بنتك، ما عندنا ما نديروا لك. مشيت للايواء لواحد الجمعيه دايره بحال الحبس، حيدوا لي التليفون. بنتي صغيره كترضع، تيقولوا لي خليها تغوت وجي غسلي الماعن وجفي، وعطاوني الخبز محروق وما واكلاش نهار كامل وكنت كنرضع. ملي سولت واحد البنت قلت لها علاش كيديروا هكا، قالت لي باش مره اخرى ما ترجعيش. وقلت لها واش انا كنت عايشه في السعوديه بداري بخير غنجي نقلب على ايواء فين نجلس؟ ما يمكنش. انا ما جيت للجمعيه الا وما عنديش فين غنمشي. صافي شفتهم كيتكرفصوا بزاف عليا وعلى بنتي، هزيت بنتي وخرجت للشارع. وخطبني سعودي قبل ما نتزوج براجلي، حيت مشيت نخدم. خطبني سعودي من كفيلي، وكفيلي بغى يحماق كيقول لي تزوجي بيه حيت غيشد مورايا الفلوس. قلت ليه لا، قلت لي انا عطيت الكلمه لواحد المغربي غيتزوج بيا. قال لي مغربي ما عندوش الفلوس ما عنده ما يديرلك. قلت لي لا، انا سواعده كنسمع عليهم ما مزيانينش، وشحال من بنت كتمشي كيتكرفسوا عليها. انا خفت يتزوج بيا داك السعودي ويلوحني، هادشي علاش كنفضل انا مغربي. ملي تزوجت بالمغربي داكشي اللي خفت منه هو اللي طحت فيه وتكرفست بزاف. كنقول كون تزوجت سعودي على الاقل كنت تفرق معايا، كان يعطيني فلوس ولا اي حاجه. هذا المغربي ما عطاني لا صداق لا حتى حاجه، تزوج بيا ولحني انا وهاد البنت في الشارع ومشى. انا ما عنديش اللي غيشد ليا بنتي. دارنا ما بغاوش يشدوها، امي خدامه قالت لي ما يمكنش نشد لك بنتك ونجلس من الخدمه. انا دابا كندور غير في الشارع. انا بغيت الناس اللي في الامارات واللي عندهم استطاعه يصيفطوا راجلي ولا يجيبوني تما يعاونوني ناخذ حقي. انا الا بقيت في المغرب عمري ما غناخذه، حيت راجلي صافي خطب وحده من الامارات وغيتزوج بها وغيدير جنسيه، وانا وهاد البنت غنضيعوا هنايا. تعرضت بزاف. انا نهار جرى عليا راجلي وانا نافسه مشيت داك الجامع الكبير اللي في كازا، مشيت جلست حدا هذاك بالليل، وجاو جوج دراري بغاو يديوني من تما. جاب ربي لقيت العساسه تما. تعرض تحرش، ولكن ربي تيدير السبب. انا غير قبيله كنت دايزه وكنشكي على مول الطاكسي، قلت ليه بغيت شي اذاعه حيت ما لقيتش شي اذاعه في كازا. راه من الصباح انا كندور في الطاكسي باش لقيتكم. قال لي سيري الكنيسه ديال اليهود، قال لي هذوك راه غتلقى فيهم الاسلام. ومشيت بغيت ندخل حيت صافي تنقول بنتي غتضيع ليا في الشارع، نقدر ندق اي باب ما كيهمنيش، وربي راه عالم اللي في قلبي. ومشيت وما خلاو سبحان الله ما خلاونيش ندخل. قلت لي انا نمشي وربي ما بغانيش ندخل، ما دخلتش لديك الكنيسه. انا كنطلب من الملك ديالنا هو ياخذ لي حقي. انا تكرفست بزاف وما لقيت من ناكل في الشارع. انا كنت زوينه وكنت هلا في راسي باللباس، وكان عندي اغلى تليفون كنت كنشريه.
انا ملي تزوجت بهذا لقيت راسي في الزنقه، ما قادره انا نخدم لا ندير حتى حاجه، رجعت نطلب الخبز باش ناكل في هاد البلاد. انا ما نكذبش عليك، كنطلب من الملك ديالنا يا ياخذ لي حقي ولا يبدل لي الجنسيه. ما بقيتش باغا نكون مغربيه، انا كنت غنقلق بنتي، لا كانت بنتي بقى يلا عندها عام وعاد صافت الاغتصاب. انا ما باغاش نكون مغربيه، بغيت الجنسيه نحيدها. انا كنطلب من الملك ياخذ لي حقي. انا ملي كنشوف بنتي باقا صغيره وجوج سكرانين باغيين يديوني كنكره راسي حيت انا بنت هاد البلاد. انا كنطلب من الملك يدير لي حل، ما يخلينيش كنتكرفص انا وهاد البنت. ما تقولوش ليا تيجي ولا تيدخل، حيت راجلي عمره ما غيدخل. راجلي صافي تزوج باماراتيه ولا ما عرفت، قال لي انا خاطب وحده اميره، قال لي وغنتزوج بها، قال لي وغندير الجنسيه، قال لي انا عمري ما غندخل المغرب. انا كنت كرفص، انا كنت ماليه في راسي، دابا رجعت كنخلع انا وهاد البنت، ما لاقيه لا باش ناكل لا في نبات لا حتى حاجه. انا كنطلب من الملك ديالنا ياخذ لي حقي. هو ميساج واحد الا صيفطوه للبوليس راجلي غيرجع للمغرب وغيعطيني حقوقي وغيطلقني، وما غنبقاش انا وهاد البنت في الشارع، وما نبقاوش انا وهاد البنت كندورو في الشارع ما عندنا لا باش ناكل ولا حتى حاجه. انا دابا حاليا ما عندي لا حليب ما عندي حتى حاجه. بنتي عندها عام، كنت كنرضع انا، يلا البارح فطمت بنتي، يلا البارح حيت لها البزوله غير البارح، ما عنديش باش نشري لها الحليب، ما عندي والو. انا كنطلب من الملك، انا ماشي كنسعى، حيت انا درت واحد الفيديو تيقولوا لي البنات في التعليق احنا ما عندناش مع المتسولين. انا ما كنسعاش، انا بغيت حقي، انا ما كنسعاش. انا كنت عايشه اميره ومهليه في راسي، انا كنخدم كنجيب فلوس صحيحه بسطامي ديما عامر، ولكن دابا ملي تزوجت عاجزه نخدم وعاجزه ندير اي حاجه. ما كاينش اللي غيقبلني انا وبنتي، ما كاينش حتى شي واحد ما غيقبلني انا والبنت نخدموا. اي دار كندق ليها كنقول لها نصبل لك ندير اي حاجه، كليني ونبات انا وبنتي كتقول لي لا، تتقول لي بغيتي تخدمي ما تكونش معاك البنت. فين غندي بنتي؟ انا ما نقدرش نعطي لبنتي لشي واحد. انا كنطلب من الملك هذاك الراجل اللي تكرفص عليا ولاحني في هذه البلاد. انا كنت عايشه في السعوديه بكرامتي وخدامه، اللي لاحني في هذه البلاد يجيبوه. المخزن ديال المغرب ما بغاش يصيفط داك الميساج، المخزن ديال الامارات قالوا لي لا صيفطوا لنا ميساج نردوه.